دور أهل العلم في النهوض بالأمة. كلمات من معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا طلاب العلم، الزمن هذا ليس زمن راحة، ليس زمن نوم، ليس زمن لهو، إنما هو زمن جهاد، وهذا مما يعظم الأجر على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في آخر الزمان تكون أيام الصبر. قال الصحابي: وما أيام الصبر؟ قال: للعامل فيها أجر 50. قال: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم. للعامل فيها المتمسك بالسنة في أيام الصبر له أجر 50 ممن يعملون بمثل عمله. وهذا لا شك أنه يجعل التبعة عظيمة، لأننا نرى اليوم أن الأكثر معجب برأيه. أصبح الطفل الذي له 8 سنين و10 سنين يجادلك في قضايا كبار، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفه لما يحصل في آخر الزمان، قال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فإعجاب كل ذي رأي برأيه بدأت بوادره. أصبح الجاهل يجادلك حتى في الأمور الدينية، أصبح الصغير يجادل، وأصبحت البنت تجادل، وأصبحت المرأة تجادل، فأعجب كل ذي رأي برأيه. وهذا يجعل التبعة على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى المنتسبين للعلم، جعل التبعة عليهم كبيرة جدا، فإن عليهم دورا عظيما في هذه الأمة. فالزمن اليوم زمن جهاد، فعليهم من الدور أن ينشروا العلم الذي من الله عليهم جل وعلا بجعله في نفوسهم، ينشروه بالكلمة المسموعة، ينشروه بالكلمة المقروءة، ينشروه بالالتقاء بالناس، أن يفتحوا صدورهم للناس وأن يختلطوا بهم. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ونرى في كثير من الناس أنهم جعلوا الحق لأنفسهم كثيرا، فليس في هذا الزمان زمان للهو. فالذين يذهبون ذهابا كثيرا للهو ويقضون ليالي للهو في قيل وقال، أو يستمتعون بما يستمتعون به وهم من أهل العلم وخاصته أو من طلبة العلم، نقول لهم: إن الأمة بحاجة إليكم، وإن عليكم دورا لن يقوم به إلا أنتم، فأنتم حملة العلم وأنتم محصلوه الذين جاء فيهم الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين. فالجاهلون كثير، فمن الذين ينفون عن العلم وعن الدين تحريف الجهلة في كل مكان؟ إنما هم أهل العلم. من الذين يحملون هذا العلم فينفون عنه تأويل المبطلين؟ إنما هم أهل العلم. فعليهم أن يجلسوا للناس في مساجدهم، وأن يعلموا الجاهل، وأن لا يحقروا من المعروف شيئا، فإن الكلمة الهادئة تنفع وتسير في الناس مع النية الخالصة. وعليهم في ذلك كله أن لا يطلبوا شهرة وأن لا يطلبوا سمعة، وإنما أن ينجوا كفافا. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، ماذا عمل فيه، كيف عملت، هل بلغت ذلك، هل أديته؟ وكثير من الناس عنده علم لكن يقول الواجب على غيرهم. هل علماء الأمة 10 أو 20 هل سيقومون بواجب هذه الأمة جميعا؟ لا، لن يستطيعوا. ولو قاموا كل يوم أو في كل ساعة بواجب لن يستطيعوا، لأنهم قليل والأمة الآن تكثر. وإذا نظرت لتعداد السكان فإنه يزيد، في كل سنة يزيد، وبعد 5 سنين كم سيكون عدد الناس مثلا في بلادنا هذه؟ سيتضاعف، وبعد 10 سنين سيتضاعف. فإذا الناس بحاجة
أشد ما يكونون بحاجة إلى أن يكثر أهل العلم. فلذلك يجب أن تكثر الدروس العلمية وأن تكثر الدورات العلمية وأن يكثر بعث العلم في الناس، لأن هؤلاء هم القاعدة الذين سينتشرون في الناس. فلنفرض أنه صار عندنا 10,000 طالب علم، هل سيكفون؟ لن يكفوا. لو صار عندنا 20,000 من طلبة العلم، هل سيكفون الأمة في شرق الأرض؟ لن يكفوا. إذن فالواجب كبير في نشر العلم وفي إخراج طلبة العلم، حتى إذا مات هذا الجيل يكون ثم جيل يحملون هذا العلم على وفق كتاب الله وسنة رسوله وعلى وفق سلف هذه الأمة الصالح، لأنه لا بد أن تبقى الطائفة المنصورة، وهذه الطائفة إنما تبقى بجهد أهلها وجهادهم بعد توفيق الله جل وعلا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الطائفة منصورة في كل زمان، إما نصرة سيف وسنان وإما نصرة بيان ولسان، لأن معها القرآن، والقرآن هو الحق الذي يعلو ولن يعلى عليه، وبيان الله جل وعلا هو الحق المطلق الذي يعلو على جميع أنواع البيان الأخرى، كما قال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا كان كذلك فعلينا أن نجاهد، وهذا شرف عظيم أن نكون من هذه الطائفة المنصورة. وأخص هذه الطائفة المنصورة أهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينونه. إذن طالب العلم عليه واجب، لا يقول طالب العلم ليس عليه واجب، إنما هو على العلماء، والعلماء ما فعلوا. عليك ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، اعرف الضوابط الشرعية لتصرفك وابذل، فإنك ستنتج شيئا. وإنما جاء البلاء من أن تعلق الواجبات الشرعية بعدد قليل من الناس، فهؤلاء لهم طاقة، ومهما بذلوا فإن لهم طاقة محدودة، وبذلوا الكثير جزاهم الله جل وعلا عن المسلمين خير الجزاء، ولكن على كل واجب. فإذا يا طلاب العلم عليكم دور، ومن العيب بل ومن غير الجائز شرعا أن نلقي باللائمة دائما على غيرنا. أولئك ما فعلوا، وهذا ما فعل، وأولئك ما فعلوا، وكأننا محللين للناس. فإذا رأيت الرجل بصيرا بنقد الآخرين وهو غير عامل في نفسه للإسلام، فإنه قد أتي من جهة الشيطان ومن جهة نفسه، فلينظر في نفسه. فإن المرء كلما كان أكثر بذلا وأقل نقدا لإخوانه فإنه على صواب، إلا فيما فيه مجال للنصيحة، لأن الشيطان يغريك بأن اللائمة على غيرك وأنت قد أديت أو أنت لست مخاطبا بالواجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فإن الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.